ملي كتدخل الصالير ديالك في النهار الاول في الشهر تحس براسك فرحان وبحال ما كتغلبش، كي من نهار 20 كتبدا تحسب شحال باقي لك باش تكمل الشهر. كتركب في داسيا شاريها بالكريدي وهز ايفون كتخلصو طريطاج، ساكن في بارطما غتجلس 25 عام كتخلص فيها البنكه وكيسحاب لك راك درتي بلاصتك في المجتمع. انت راك ماشي من الطبقه المتوسطه، ببساطه انت راك فقير غير مبدل الديكور. كتضرب تماره شهر كامل باش تخلص فواتير انت اللي زدتيهم على راسك. هادشي قاصح عارف، ولكن هذه الحقيقه اللي الاب الغني عطاها روبرت كيوساكي فاش جاب ليه الضربه القاضيه. ففي الحلقه اللي فاتت هضرنا على كيفاش تخدم دماغك باش تلقى الفرص، ولكن اليوم غنعطيك السبب الرئيسي علاش شي وحدين كيدخلوا الملايين وفي الاخر العام كيلقاو راسهم زيرو درهم، وعلاش وحدين اخرين كيبداو ب1000 درهم ومن بعد 5 سنين كيوليو هما مالين الشكاره. المشكل ماشي في شحال كتدخل، المشكل في الاميه الماليه. والا ما كنتيش كتعرف تقرا واحد الورقه سميتها البيلان، هكا راه غتبقى ديما فقير. نسى عليا داكشي ديال المدارس. البيلان هو جيبك مقسوم على جوج، كفه سميتها الخصوم اللي هي اللايبيليتيز، وكفه سميتها الاسيتس اللي هي الاصول. الاصول هي اي حاجه كتحط لك الفلوس في الجيب ديالك وانت ناعس، اسهم ولا حانوت كاريه، بيزنس اونلاين، ماكينه القهوه حاطه في شي بلاصه كتدخل الصرف، هادو عبيد خدامين عندك. الخصوم هي اي مصيبه كتجبد الفلوس من جيبك كل شهر، الكريدي، الطوموبيل، المازوت، وداك الاشتراك ديال لاصال اللي كتمشي ليه غير مره في السيمانه، القهوه ديال 30 درهم اللي كتشرب كل نهار باش تبان واعر. هنا بغيت نقول لك بلي القاعده ديال الاب الغني كتقول لك بالحرف: الاغنياء كيشريو الاصول والفقراء كيشريو الخصوم، وكيحساب ليهم باللي راهم كيشريو الاصول. هنا فين غيوقع ليك المشكل مع والديك ومع المجتمع. في حياتنا كامله كبرنا كنسمعوا واحد الكلمه: اولدي شري دويره، الدار راه هي اكبر استثمار. فهنا بغيت نقول لك بلي الاب الغني في الكتاب تيقول لك كيوساكي باك الاستاذ الجامعي غالط، الدار اللي ساكن فيها هي اكبر عبء غتهز على ظهرك، حيت هي اصلا لابيليتي. كيفاش؟ اجي نحسبوها بالعقل ماشي بالعاطفه. شريتي دار ب50 مليون بالكريدي اللي غترجعها 80 مليون، كل شهر كتخلص طريطه د البنكه، كتخلص سانديك، كتخلص الضريبه ديال السكن، خص الروبيني خصك تصلحو. واش هاد الدار دخلات ليك ريال واحد في جيبك؟ لا. اذا ماليا فهي خصم ماشي اصل، ويمتى غتولي اصل هي النهار اللي غتشريها وتكريها، وداك الاصل غيخلص لك البنكه ويشيط لك 1000 درهم ربح صافي في جيبك. هنا عاد ولات اسيت. هاد الغلط هو اللي كيخلي 90% ديال المغاربه عايشين في سباق الفئران. كتلقى الدري يلاه تخرج بدا كيتخلص 5000 درهم وكيسهل عليه ربي، ومن بعد عامين الشاف ديالو كيزيدوا 2000 درهم ولا كيشد هكا 7000 درهم، وباش تولي تدخل ليه واحد 500 درهم اخرى. واش في نظرك كيمشي يشد ديك 2000 درهم وكيشري بها شي اسيت؟ لا، كيمشي نيشان ياخذ كريدي باش يبدل الطوموبيل، كيتزوجوا كياخذ كريدي للدار ديال 25 عام، الخصوم هكا تفرقعوا، الصالير ديالو كيطلع والمصاريف كتطلع معاه دقه بدقه، كيبقى كيجري في بلاصتو حتى كيوصل 60 عام، كيلقى راسو ضيع عمره كامل غير باش يخلص البنكات والضرائب. اذا شنو كيديروا الاغنياء؟ كيشد الدخل ديالو كيشري به الاصول نيشان، كيدير اسهم، كيبدا بروجي، كيشري اراضي، وهكا كيدير واحد الكاش فلو كيخلي هذوك الاصول يولدوا ليه الفلوس، وبديك الفلوس اللي تولدات عاد كيمشي يشري بها المرسيدس ويسافر للمالديف ويسكن في فيلا. هكا كنفهموا باللي الغني كيشري الكماليات بالفلوس اللي جابوها ليه الاصول ديالو، الفقير كيشري الكماليات بالعرق ديال الكشاف ديالو. شنو خاصك دير دابا؟ حبس النزيف. قبل ما تحط درهم في شي حاجه سول راسك: واش هادي غتشري لي عبد يخدم عليا ويدخل لي الفلوس، ولا غتشري لي سيد غنولي نخدم باش نخلص؟ الوقت اللي كتدوز في القهاوي باش تهضر في الناس راه تا هو كيتسمى لايابيليتي. الوقت اللي كتجلس فيه ساعتين في الليل تتعلم كيفاش تبيع شي حاجه اونلاين هذه كتسمى اسيت. ابني الماكينه اللي غتطبع لك الفلوس قبل ما تفكر في كيفاش غادي تصرفهم. روبرت فهم هذا الشيء وبدا كيبني في هذه الماكينه ديال الاصول، ولكن غير بدا كيدخل الصرف الصحيح وقف عليه واحد الوحش اللي كيسرق 30% من رزق الناس. وبقوه القانون هذا الوحش سميتو الضرائب. كيفاش ايلون ماسك وترامب كيدخلوا الملاير وكينعسوا هانين وانت موظف كتخلص الضرائب اكثر منه. هذا القالب القانوني هو اللي غنفكوه في الحلقه الجايه. الاغنياء عندهم واحد الدرع السحري سميتو الشركات، الكوربوريشنز. الا زقلتيها غتبقى تخدم 4 اشهر في العام غير فابور للدوله. هبط الكومونتير وقول لي بصراحه الطوموبيل اللي كتركب فيها دابا انت واش بالنسبه ليك اسيت ولا لايابيليتي؟ ولا كانت اسيت؟ اشرح لي علاش. كنتلاقاو في الفيديو الجاي. تهلا.